مساء الخير. معانا النهارده مؤسسة اسمها سمير، كاتب محامي على معاش. لا مش على معاش، بس جوك. ماشي اتفضل. مساء الخير. بص هنسألك النهارده كام سؤال كده. أول حاجة كلمنا عن كتابتك، طريقة كتابتك تيجي منين؟ بقعد وبكتب وجاست بقعد وبكتب بس. افكار بتجيلي بشكل غريب شويه. انا لو هنا بتكلم عن الكتابه النقديه فاكيد بيكون في موضوع وانا عايز اكتب حاجه او كده. الفكره بص، انا في كتابتي عندي اسلوب طرح، ان الحاجه دي لو حد كتبها قبل كده او لو انا هقدر الاقيها في كتاب او انا فاكر ان انا شفتها في كتاب قبل كده ما بكتبهاش. اوكي، فالفكره بتجيلي فبقرر ان انا هكتبها ازاي ما اعرفش. الفكره بتجيلي دي انا ممكن اكتبها في سطر، ممكن اكتبها في 20 صفحه، فانا كنت بختار ده من خلال الاسلوب، من خلال ان انا احس ان انا اكتفيت من الفكره. زي الشعر كده، انا كنت كتبت عن الموضوع ده قبل كده، ان القصيده كانت في قصيده ابن الريد المغربي بتاعت غالية اسمها ايه؟ غالية بن علي. غالية بن علي. اللي هو فقرة على طرف القصيدة حكمتي فيها التأمل وحيث فيها المشرب. أنا يعني أو تخيلت الصورة اللي البيت ده بيصيرها فيا، إنه القصيدة بتتكتب وفي حاجة بتضغط عليها فبتخلي الحكمة اللي القارئ بياخدها أو اللي بيفهمها بتنزل من على الأطراف بتاعتها كأنها بيتزا كده، فاهم؟ اللي بيضغط على القصيدة هنا إدراك الشاعر ليها كقارئ مش كشاعر. الشاعر ممكن يفضل يكتب إلى ما لا نهاية، لكن وفي شعراء كتير ليهم يعني تجارب مع الموضوع ده. مثلا الأرض اليابان بتاعت تيس إليوت. شكسبير ممكن يفضل يكتب شكسبير ده انا مش قادر اتخيل. مش بس كده، ده ممكن يألف اصلا لغه كامله. هو عامل بجد. ايوه في ناس كده ألف اصلا كلمات في اللغه الانجليزيه اكتر من 700 كلمه. لا دي حاجه تانية. فكره انه شويه القارئ جواه بيموت، بيبدا هو كشاعر يتسيد، فبيبقى في شبه عصاب كده انه الشاعر بس. فهنا القصيده بتاعته بتبقى مفيش حاجه بتضغطها، فمفيش حاجه بتقول لها كفايه. لكن الشعراء عموما المفروض بيبقى بشكل او باخر جواه قارئ بيضغط على القصيده هنا بادراكه ليها، فبيقول له كفايه كده لما يلاقيها بدات تنزل الحكمه بتاعتها من الاطراف. اوكي، انا كتابتي النقديه فيها بحس برضو بنفس الموضوع، بس هنا مش بحس ان اللي بيضغط عليها القارئ، بحس ان اللي بيضغط عليها هنا استيعاب النص للفكره اللي عندي. افكار فلسفيه خلينا اقول اللي بتجيلي بشكل سريالي شويه. اوكي، بتجيلي بشكل زي ما تكون احلام، او ممكن اكون انا كده وفجاه بلاقي في حاجه انا عايز اقولها او فاهمها، بس انا مش قادر اعبر عنها او مش قادر اقول هي ايه بالظبط. اوكي، فهنا مش هكتبها كشعر، انا هكتبها كجزء نقدي لي في الكتاب. طيب لما بكون بكتب حاجه معينه بحس ان الكون كله مفتوح، او انا مسامي مفتوحه للكون كله بيحط فيها كل حاجه للموضوع ده. فوانا بقرا فانا مثلا بكتب مقال او بكتب كتاب معين في موضوع معين، موضوع معين جوه الكتاب، فبلاقي كل القراءات اللي انا بقراها مستعده تكون اقتباسات في الموضوع ده، فاهمني؟ مستعد اول اي مشهد او اي حاجه انا بشوفها ليها علاقه باللي انا بكتبه، وهكذا بلاقي نفسي عمال بكتب. امتى بحس ان انا محتاج اقفل الكتابه؟ بحس لحد ما احس انه بشكل ما خلاص، يعني انا القارئ هيفهم او مش هيفهم، هيوصل له المعنى. برضه مش نفس الفكره، مش فكره انه يوصل له المعنى، فكره انه يوصل له التجربه السرياليه اللي انا عشتها في الاول خالص وما كنتش قادر اوصفها. هي وصلت لي. انا كل الكتابه اللي بكتبها دي احساسك بمعنى صح؟ مش احساس، فكره ولا فكره، هي جاست
انا مش عارف اعبر عنها شويه، يعني تجربه توهمات. سرياليه فوق واقعيه ما شويه. توهمات هو تقول توهمات خيالات. مش كده، انت يعني مش عارف انا اوصفها علشان هي مش هتعرف تتوصف. احنا للاسف بنستخدم اللغه علشان نحاول نوصف حاجه ما بتتوصفش. ده موضوع كتابي التاني على فكره اللي هو قيد الشيطان. تيتولوجيا دي حاجه مخيبه للامل جدا، بس ده كل اللي نقدر نعمله. يعني احنا نحاول نكتب كتير جدا ونشرح كتير جدا عشان نوصل مجرد حاجه. الشعر بيتعامل مع الموضوع بشكل عكسي، ان انا هكتب لك سطر سطرين فانت هتوصل لك بيهم الشعور اللي فاهمني؟ فاهم. نفس الموضوع في فكره انه العالم كله بيبقى قابل للتأويل في الموضوع اللي انا بكتبه. ده اللي انا اقصده، انه انا مسامي بتكون مفتوحه ككاتب للعالم كله والقراءات اللي بقراها كلها. الموضوع ده اقول لك حاجه، بما اننا كنا خارجين من فيلم في الجزوات وكده، فكنت بتفرج على فيلم اورفيوس بتاع جان كوكتوا. الفيلم ده عن شعر وعن يعني برضو عن قصة اورفيوس الكلاسيكية، بس بالمعالجة بتاعت جان كوكتوا. فأنا كنت في الفترة دي بكتب مقال عن الحب، كان المقال ده اسمه لاف لوك، فما كملتوش للاسف لحد دلوقتي وما كتبتوش. كان ايه السبب؟ السبب ان انا ما كملتوش؟ يعني ما عنديش وقت. بجد كلنا. لا انا ما عنديش وقت خالص دلوقتي. زي الحلقه دي لسه ما اعرفش تنزل امتى، بس كان عندي وقت. هقول لك حاجه. في مقال انا لو كنت كتبته كان جزء كبير من التجربه السيئه اللي انا عشتها في اخر شهور في حياتي ما كانتش حصلت، بس للاسف لاني مش قادر اكتب او ما قدرتش اكتبه حصل بقى. بس مش هقول حاجه. anyways كان ايه موضوع المقال؟ موضوع المقال عن تفاهة الحب. كيف؟ هو مش تفاهة الحب بالمعنى ده داخل بيه بمعنى فلسفي اكتر ولا بمعنى شاعري؟ انا الفترة الأخيرة تمصلت شوية من فيلسوف جوايا، بقيت بفكر زي شاعر، فاهم؟ ودي مش فترة قليلة، دي فترة بدأت من 2022 يعني من سنة دلوقتي أكتر. أنا بقيت الجانب النقيض لبهاء اللي كتب مناصب ديجور، فاهمني؟ كتاب اللي أنا كتبته اللي لسه هيتنشر كده عامل زي نيتشه كده. لا أنيا بجد أنيا. دايما وانا بكتب مناصب ديجور كنت بقول ان انا بكتب حاجات نيتشه ما جرؤش ان هو يكتبها. يعني نيتشه كتب وقال ان انا بكتب حاجات ما جرؤوش يفكروا فيها. انا كنت بقول في الوقت ده ان انا كتبت او خدت الفكر بتاع نيتشه للمدى اللي هو ما وصلوش، او مش هنا مش تكبر ولا اي جميله، بس نيتشه تمسك بالقيم، شال قيم وحط قيم مكانها. انا شلت القيم بس ما شلتش حاجه مكانها. فده كان جزء من المقال بتاع الحب. خليني اوضح لك شويه انا فكرتي عن القيم عامله ازاي. بص، انا مادي جدا وكنت في مناصب ديجور مادي جدا وبنتصل للماديه جدا، وحتى كان في مهندس برمجيات اسمه رالف لانداور، ده الماني، وده بشكل ما يعني عرف يثبت انه لا، حل مفارقه اسمها شيطان ماكسويل، و يعني بالحل بتاعه او بالنظريه بتاعته اثبت انه حتى المعلومات ليها يعني مش كتله، المعلومات ماديه. فمجرد ان انت تعمل ديليت لمعلومه في الكمبيوتر او في الموبايل بتاعنا ده ليه حساب مادي. ومجرد ان انت تعرف معلومه ده ليه حساب مادي، ده ما بيكونش جاست معلومات، دي حاجه بره الماده. اوكي، فانا كنت في مناصب ديجور عايز كل اللي اعمله بشكل فلسفي اقول مفيش حاجه اسمها مش ماديه.
كل الفكره اللي خلتنا نقول ان في حاجه ترانسندنتاليه او روحانيه اننا مجرد اخطأنا في الفهم ده. دي فكره دوجمائيه هي كمان اتغرزت فينا من زمان قوي، من زمان ده اللي هو من زمان قوي قوي قوي، زمان ان احنا كنا هومو سيبينس لسه بنقول يا رب. انت شايف اصلا ان الفلسفه ممكن تاثر على الحاجات الماديه كلها حوالينا؟ دي ازاي؟ يعني هي ممكن تغير كل العالم، لو انت او الفلاسفه ممكن ياخدوا دور زي دور العلماء. الحقيقه الفلاسفه بيأثروا اكتر. النقاش ده كان أثير بيني وبين صديق عزيز ليا وما انتهاش بأي حاجه. هي وجهات نظر ومش هعرف اغيرها لاسباب، يعني لاسباب دوجمائيه. الفكره دي عن الفلاسفه عند العلماء، وخليني اقول بالذات امريكا كمؤسس او كقائد او رائد كنت اتكلمت عنها في بدايه الكتاب بالمناسبه، مناطق دي جول، بس هحاول ان انا اقتضب بكده. ودي من الحاجات اللي انا ندمان ان انا كتبتها اصلا في الكتاب، يعني شايف ان كان مهم ان انا ادافع عن حاجه زي كده. هي فكره مردوده عن ماهيه الفلسفه، وده بسيط. ليه؟ انت علشان تكون فيلسوف انت ما ينفعش تعمل حاجه ثانيه غير ان انت تكون فيلسوف. انت ممكن تشتغل محامي زي حد، ممكن تشتغل حداد، ممكن تشتغل نجار، فاهم؟ زي جيسس، ممكن تعمل اي حاجه، بس فعليا انت ما ينفعش تبقى اي حاجه تانية غير فيلسوف. ان انت تكون عالم فدي شيء يعني عظيم وعبقري والله. الفيلسوف يقدر يفهم العلم واي حد تاني ممكن يفهم العلم. انا في فتره من حياتي كنت تخصصت في كوانتم ميكانيك، كان ممكن انت انا ادي فيها محاضره كامله، خدت فيها كورس مش عارف ايه وبتاع، مش الكورس هو اللي خليني يعني متخصص في الكوانتم ميكانيك، انا ما بقتش عالم كده، بس ستيل انا ممكن اخد الكلام اللي انا خدته في الكورس ده واشرحه للناس، والناس دي كمان هتفهم الكوانتم ميكانيك. وعلى راي حد كان بدأ محاضره في جامعه يال كده، انا مش فاكر اسمه، يلا ننشر الجهل عشان هي دي الكوانتم ميكانيك بتعمله. بس العالم مش هيدرك هي الكوانتم ميكانيك دي ايه تاثيرها على العالم، او الفكره دي ليه الفكره دي بتقلب العالم. الفيلسوف هو اللي هيقول لهم الموضوع ده. الفكره اللي بقولها انه ما ينفعش انت تدخل الفلسفه تجيب حاجه وتخرج، ده ما ينفعش، لكن ينفع تدخل السياق العلمي او النسق العلمي تجيب حاجه وتخرج. زي تجربه شرودنجر، زي اي تجربه في الدنيا. انا اقدر ادخل على جوجل مثلا عايز اعرف سرعه دوران الارض، فهدخل على جوجل هيديني الرقم ده، اوكي انا مش محتاج حاجه تاني. لكن انت ما ينفعش تدخل عند نيتشه تعرف رايه في حاجه معينه فهتجيب لك سطر من كتاب وخلاص وانت كده عرفت رايه في الحاجه دي، انت مش هينفع تعمل. هو كنت اسالك، هو اصلا تجربه شرودنجر هي كانت ماديه ولا؟ ماديه. كل اللي في الكوانتم ميكانيك مادي، كل اللي في الكوانتم ميكانيك حقيقي، وكل اللي في الكوانتم ميكانيك بيخلينا نعيد سؤالنا عن الكون. بس السؤال هنا بيجبرنا ان احنا لازم نبقى فلاسفه، يجبر العلماء نفسهم ان هم لازم يبقوا فلاسفه، ان هم يسالوا هو احنا فاهمين صح؟ ودي الحقيقه الحاجه اللي هتخلي العلم يقف كتير جدا على ما يقدر يتخطاها ويوصل للإيفريثينج ثيوري لو هنوصل لها، انه هيعيد مفهمه. والمفهمه هي خطوه في الفلسفه، ان انت لما بتيجي تعمل اي عمليه فلسفيه انت بتمر بكذا مرحله من ضمنهم المفهمه. ودي متقدمه شويه. اعاده المفاهيم، اعاده ان احنا نعرف يعني ايه معلومات. زي ما قلت لك دلوقتي مثلا لو المعلومات شيء مادي مش شيء مجرد معلومه، مجرد معرفه. المعرفه دي ماديه، المعلومه دي ماديه، الافكار ماديه. اوكي كان حتى عشان شيء قابل للتطبيق ليه في الحياه. لا ولا المعلومه حرفيا ماديه، انت مش قادر تستوعب الفكره لان الفكره مش في مستوى المعلومه. الكلمه اللي انا بقولها لك دي ماديه مش عشان الصوت. هقول لك حاجه، فنتخيل في لوحه قدامك دي بعتبرها هي الفكره الجوهريه بتاعت منصه ديجور اصلا، فانا هحاول اشرحها لك بسرعه. لو في لوحه قدامنا اوكي لايا كان، وانت وقفت قدام اللوحه دي وبتتفرج عليها، اللوحه دي هيطلع لك منها حاجتين، حاجه اسمها وعي استاتيكي ووعي ديناميكي. اوكي الوعي الاستاتيكي ده اللي هو static agent consciousness، والايجن consciousness حاجه
مش زي الوعي اللي هو الدرجه من الوعي اللي احنا عليها اللي هو الوعي الكلي. دي حاجه موجوده في الماده نفسها. دي حاجه تقول لي هي بتوجد الماده ولا الماده بتوجدها، هقول لك هما الاثنين محايدين لبعض. محايدين لبعض برضو حاجه يعني الاستيعاب بتاعنا مش هيفهمها شويه، لان احنا عندنا دايما حاجه بتيجي قبل حاجه. بس فكره انه زي فكره البدايه والفرخه والكلام ده بالظبط، انما حاجه انه ان الحاجه نفسها تبقى موجوده في بعضها دي حاجه صعبه ان احنا نستوعبها. anyway الوعي الاستاتيكي ده هو الضوء اللي هينعكس من اللوحه دي اوكي على عينك وهيدخل مخك. المعلومات اللي هتطلع دي ده الوعي الاستاتيكي. دي الماده بتاعت اللوحه اوكي. انت هتشوف ايه، انت تقدر تلمس ايه في اللوحه دي اوكي، لكن ما ستثير اللوحه جواك من مشاعر، طريقه استيعابك للوحه، ده الوعي الديناميكي او الاجر الديناميك اجر كونسبشنز. اللي هو ايه؟ اللي هو حامل الدوجمات. طيب ده شيء مش مادي بس مش موجود، بمعنى دي حاجه جواك انت، دي حاجه بتطلع منك انت تنعكس على اللوحه دي. الوعي الديناميكي ده هو التلاقي. الوعي الاستاتيكي اللي طلع من اللوحه اللي هو الماده بتاعت اللوحه، اللي هو الفوتونات الضوء اللي انعكست واللي فيها المعلومات اللي هي ماده هي كمان، اللي طلعت من اللوحه دي على مخك انت، تفاعلت مع الدوجما اللي جوه مخك اوكي، فانتجت اللي انت هتحسه من اللوحه. بمعنى مثلا كنت ضربت مثال في ده برضو، ان انت مثلا لو ركزت في لوحه على فان جوخ مثلا فهتلاقي ضربات فرشاه اللوحه باينه قوي كده. فتخيل انت ليك تجربه شعريه او شعوريه مع النوع ده اللي هو ضربات الفرشه على اللوحه، ان انت بتعمل زوم او ان انت بتقرب من لوحه حقيقيه فبتشوف الضربات دي. فالحاجات دي بتخليك تحس بجمال مجرد ما تشوفها في لوحه، حتى لو اللوحه دي قبيحه. انت مجرد ما تشوف ضربات الفرشه دي، مجرد ما تعمل زوم وتشوف ضربات الفرشه دي، انت هتحس ان الشيك ده جميل جدا، هيثير جواك شعور جميل جدا. ده الوعي الديناميكي اوكي. دي الفكره الاساسيه من الكتاب تمام. الدوجمات موجوده فين؟ الدوجمات موجوده في الدماغ. طب ايه هي الدوجمات او بتيجي ازاي؟ ده موضوع يطول شرحه وهيعطلنا عن ان احنا نتكلم عن فيلم اورفيس اللي احنا نسيناه في الاول ده. ان الفلاسفه، هرد على سؤالك تاني، الفلاسفه يكون ليهم تاثير مادي على المجتمع او على الناس؟ فاقول لك قطعا ايوه. العلماء مش فاهمينه ان في حاجه اسمها الوعي الجمعي، او هم مش يعني يهتموا قوي بالموضوع زي كده. بس الوعي الجمعي ده بدون اي مبالغه اكتر ناس بتاثر فيه هي الفلسفات بتاعه العصر المعين اللي الناس دي فيه. بمعنى ارسطو ده ما اثرش في الوعي الجمعي بتاع اليونان في الفتره دي بس. ارسطو اثر في الوعي الجمعي بتاع الناس لالاف السنين. 2000 سنه دلوقتي ارسطو مأثر في الوعي الجمعي بتاع البشريه كلها. ليه؟ لان الراجل ده عمل ثوره. طيب نيتشه مثلا، نيتشه اثر في الوعي الجمعي بتاع كل المجتمع الفلسفي اللي جه بعده بدون اي مباشره. مع ان نيتشه في بعض الناس بيعتبروه مش فيلسوف، بيعتبروه اي حاجه ثانيه، شاعر، اي حاجه ثانيه. بس نيتشه غصب عننا اثر في كل الفلسفه اللي بعده. طيب الفلاسفه دول ما بيعملوش كتب الناس ما بتقراهاش، الفلاسفه دول بيعملوا تاثير في المجتمع اللي هم عايشين فيه. انا هنا بتكلم عن الفلاسفه الوصلاء، الفلاسفه اللي بيجيبوا افكار بجد، مش الفلاسفه اللي هم يعني اكاديميين او محصورين في الاكاديميه. بالمناسبه 80% من الفلاسفه الوصلاء او اليوم يعني اعتراف كبير اكاديميين. صعب جدا انك هتلاقي يعني يمكن نسبه 10% تلاقي فيلسوف كان اصيل جدا وكان بره المجال الاكاديمي. زي ارسطو مثلا. زي مين؟ ارسطو يعتبر كان في المجال الاكاديمي، لان هو في الوقت بتاعه ده هو دي كانت الاكاديميه، ما كانش فيه. انا هنا بتكلم عن مثلا في فرنسا بيعتبروا الكوليج دي فرانس والسوربون دول الاماكن اللي يعني دي معاقل الفلسفه، فاهمني؟ ولو تدور مثلا في الفلسفه الفرنسيه بالذات هتلاقي انه لا، صعب جدا انك هتلاقي مثلا 5 أو 15 من يمكن 300 فيلسوف
في تاريخ الفلسفه الفرنسيه المهم مين كانوا بره الاكاديميه. لكن انا اللي اقصده الفلاسفه الاكاديميين اللي هم ما بيجيبوش ثوره، ما بيعملوش ثوره في الفكر او ثوره في الطريقه اللي المجتمع بيتفاعل بيها. الناس دي بتاثر بس بطريقه مش ملحوظه بالشكل الكافي. كان في ميم جميل قوي معمول مثلا عن انه اوكي نيتشه اثر في هتلر، اوكي فنيتشه هو السبب في الحرب العالميه. اوكي الناس بقى تقعد تتكلم هو هتلر فهم نيتشه صح ولا مين فهم نيتشه غلط، بس اللي احنا ما نقدرش ننكره ان نيتشه ويمكن جوتا وناس كتير ليهم فلسفات اثروا في الوعي الجمعي المجتمع الالماني في فتره ما قبل الحرب دي. الناس دي فهم افكارهم غلط او يمكن صح البعض منها، اثر كتير في انه بقى في حاجه اسمها نازيه. اوكي طيب ده عشان مثلا الالمان كانوا بيقولوا الالمان في الوقت ده كانوا شعب فقير ماديا وكل حاجه، فملهاش علاقه. anyways نعود الى أوسوس. اوكي يلا بينا. لما كنت بكتب المقال ده كانت كل فكرتي عن الحب انه ما في الحب عايزين نشيل منه الجانب المفوقي اللي هو فكر بص اعلان تاني سيء جدا عايزين نعلنه. ايه هو تاني اعلان ممكن البشريه تتلقاه؟ انه الحقيقه كان فكره انه في بارتنر او في شريك او في حبيب موجود في هذا العالم الشاسع لهؤلاء المليارات من البشر، هو نصك التاني وانت في رحله سعي وبحث عنه. هي فكره اسطوريه وميتافيزيقيه وملهاش معنى وكلام فارغ. الفكره دي على قدر ما تبان ان هي عادي يعني، لان هي فكره حقيقي كارثيه. ليه؟ شفت مسلسل دارك؟ شفت. مسلسل دارك عجبني جدا في حاجه اكشلي مسلسل دارك وفيلم اسمه 222 وفيلم فونديشن. الثلاث حاجات دول بيجتمعوا في حاجه، ان العلاقه بين الراجل والست، بين الاثنين بيحبوا بعض، بين كابل، هي علاقه كونيه مجرد علاقه ليها بين اثنين عادي يعني خلقوا. دي علاقه بتاثر في الكون كله، دي علاقه بتاثر في الزمن وفي الوجود. فكره رومانسيه ولكن لما تتاملها شويه تدرك اهميتها كارثيتها. ده بالمناسبه اللي خلاني ادرك ما هي اهميتها، ممكن اهميتها بالنسبه للكارثه اللي هتسببها، فاهم قصدي؟ ما انا ما قلتش اهميتها بالنسبه ان هي حاجه كويسه، بس اكد على ان هي فكره كارثيه. عارف دايما بيجي في الاغاني او في الاعمال الفنيه الانجليزيه كلمه between us, mountain between us, ocean between us, river between us. فاهم؟ انا ما ادركتش واستوعبت معنى الكلمه دي بالذات غير من الاعمال اللي انا قلت لك عليها. كلمه اس هنا قد ما خدت سخف من الطريقه اللي استعملناها بيها الى ان الكلمه فعلا مرعبه شويه. في مسلسل دارك الزمن لما بيرجع ويمشي وانت تلاقي بالمناسبة واحنا قاعدين في قهوة بلدي دايما مكتوب بحبك يا محي، فتحية لمحي وسبحان الله وجاء السيرة. اوكي محي هنا رسالة كونية بتثبت اللي انا بقوله، ما كانش موجود على المفرش اول ما جينا. هو فجأة كده الكون كتب لنا في محي بيوصل لنا رسالة من ثقب اسود موجود فيه دلوقتي، فربنا يفك دقيقتك يا محي. anyways في المسلسل وفي الافلام دي علاقتك بالشخص بتأثر في المكان وفي الوجود بطريقة مش مجرد حاجة
في دارك في مدينه، في قريه صغيره اسمها فيندن والناس هنا مين بيتجوز مين، طب لما بيرجعوا مين ده حب مين اتجوز مين، البنت دي خلفت امها وهكذا. ف اوكي خليني اقول لك ليه الموضوع كده. بعد ما God's death فخلاص احنا ما بقاش عندنا شيء روحاني نتمسك بيه غير الفن. بس الفن مش هيدينا اللي احنا محتاجينه ده. الفن يعني هيكون صعب جدا على كل الناس ان هي تستوعبه وتستوعب الطريقه اللي هو بيكون سبيشال فيها معاها. اللوحه دي انا بتعاطى فيها معاها واحس بالمشاعر دي لوحدي. لا، في تأويل عام، في تأويل رسمي للوحة أو للعمل ده أنا ما أقدرش أخرج منها. لذلك الأعمال التجريدية مهمة جدا، بس مش كل الناس هتقدر تفهم الأعمال التجريدية ولا هتقدر تستوعبها وهتكون بصعوبة جدا إن هي تنبلهم الحاجة لما وراء الحاجة لما بتحب شخص أنت لازم تضحي له بكل حاجة، أنت لازم تحطه فوق كل حاجة، أنت بتكون شايف خالي من العيوب، حتى عيوبه بتكون شايفها كويس. انت مبيبقاش عندك حاجه اسمها كراهيه وحب، انت الاتنين بيندمجوا. الحب جيل دروز ليه مقوله جميله قوي كده، هو شايف ان تملك امراه ان تملك العالم. عقل بعدين فكره ان يبقى لك حد انت عارف ان انت بتحبه قوي، هو بيحبك قوي وليك لوحدك، والكلام الجميل ده كله حتى لو مش ليك لوحدك بالمناسبه في ثقافات تانية كتير. كنت عايز اتكلم عن كتاب لماذا يجرح الحب بتاع ايفا لويس، بس مش هيبقى في وقت معانا. الموضوع ده هو اللي بيخليك تتحمل الحياه او بيديلها معنى. اوكي بس لما احنا بنكتشف انه مفيش حاجه اسمها كده، لما بنكتشف ان انت ممكن تحب اي شخص مجرد ان انت تبص له كتير، يعني احنا نكتشف انه حرفيا النظره لاي شخص ممكن تخلينا نقع في حبه، بنكتشف تفاهه الحب، بنكتشف قد ايه احنا مغفلين، وبنكتشف انه مفيش اي معنى. فليه فيلم اورفيوس كنت بتكلم عنه؟ خليني بقى استطرد في الحديث. مش عارف انت شفته ولا لا؟ ما اعتقدش. اوكي. فيلم اورفيوس عن القصه الكلاسيكيه بتاعت اورفيوس، بس جان كوكتو عاملها بطريقه جميله جدا. احنا في القصه بتاعت اورفيوس ما بنعرفش ليه اتحكم عليه ان هو ما يبصش لمراته. بص القصه انه خدع الملائكه ومش عارف ايه ومراته ماتت، فهو نزل يجيبها من الموت، فقالوا له تمام هتاخدها بس بشرط ان انت ما تبصلهاش طول ما انتوا خارجين، فهو ما قدرش يقاوم وبص لها فاختفت وماتت الى الابد وخسرها. اوكي. بس احنا ما نعرفش ليه اتحكم عليه بكده، ليه اتحكم عليه ان هو ما يبصش لمراته، حكم غريب جدا. في الفيلم بقى في شويه جان كوكتو بيدينا ليه اتحكم عليه بكده. اتحكم عليه بكده علشان هو وقع في حب وتبادل حب، يعني تبادل بينه وبين برنسس اوف داس او الاميره اللي كانت بتاخد الارواح، حبته كانت بتراقبه كانت كراش عليه وهو كمان حبها. اوكي. فالكلام ده اعترف بيه قدام المحكمه وهي اعترفت بيه، ومراته حبها المساعد بتاع اميرة الموت. المساعد بتاع الاميره حب مرات اورفيوس. لما نزلوا كلهم وقفوا قدام المحكمه اعترفوا بالكلام ده، طبعا كانت صدمه. طيب مرات اورفيوس ما ادتش اهتمام قوي للمساعد ده رغم انه كان بيهتم بيها عكس جوزها ما كانش مهتم بيها على قد ما كان مهتم بالشعر. لكن اورفيوس اهتم جدا بالبرنسس داس واعترف لها بان هو كمان بيحبها. فالمحكمة حكمت عليه ان هو ما يبصش لمراته. هنا بنلاقي تفسير، الله احنا فهمنا ليه هو حكم ان هو ما يبصش لمراته، لانه هيحبها ولانه مش هيقدر يبطل يحبها، لان اورفيوس كان جميل جدا وكان شاعر وكان مشهور وكان غني كان كل حاجة، بس ما بيخونش مراته، وهي نفسها كانت بتستعجب من ده، ان ولا بيخونها ولا بيروح لستات تانية ولا بيعمل اي حاجة، هو جست معاها ودي معجزة. اوكي. طيب لما هيبطل يبص لها
فهو هيبطل يحبها. هيقع في حب مين؟ هيقع في حب العربية اللي بتجيب له الشعر. كان صديقه اللي هو ساجيست مات في حادثة في أول الفيلم، وعلشان ياخدوا يعني يغفلوا اورفيوس عن موته وكده، فبدأوا ان هما بيخلوا ساجيست قاعد وبيبث الاشعار بتاعته من خلال الراديو العربية بتاعت اورفيوس، فكان قاعد دايما فيها بقى وعمال يكتب وشغلته خالص عن مراته. فالعربية هنا انا خليني اقول لك يعني بالنسبة لي او تأويلي، العربية دي هي التأويل الخاص بتاع الشاعر. في الشاعر هيقول بيت شعر، احنا عادي هناخده عادي هنأوله، كل واحد هيفهمه بطريقه، بس في تأويل او في حاجة معينة كانت في دماغ الشاعر وهو بيكتبه. اوكي، هو العربية دي. فمراته بتموت ازاي او بيفقدها ازاي في الفيلم، بيبص لها ازاي؟ هو بيحاول دايما طول يعني الفترة دي ان هو ما يبصلهاش، وبعد ما يجيبها من الموت ويطلع من المحاكمة وكده ومساعد البرنس اوف داس دي بتفضل تحاول تخليه ما يبصلهاش وكده. بس لما بتركب معاه العربية دي وبتقعد تدعبه من ورا وكده، بيبص لها في المراية وبتكون غلطتها وبتموت. طيب ليه؟ تخيل ان انت تكون بتحب شخص شاعر وتدخل العالم بتاعه وتعرف ان في كل بيت هو كتبه انت مش موجود. فهمت الفكرة. فده اللي خلى مراته تنتحر. في الفيلم بتبان ان هي غلطة، ان هي بصت كده فهو شافها في المراية فماتت، فكان غلطها يعني. بس اكشلي هو ما كانتش غلطة، هو كان انتحار لما ادركت ان هي مش موجودة في العالم بتاعه. اوكي، وهنا بتظهر كفاءة الحب، انه عادي جدا لما البرنس اوف داس تبقى هي اللي قدامه ويقدر يبصلها هيضحي عشان، والشاعر لازم يضحي عشان شعره يبقى خالد. شعره هنا مش خالد كشعر نفسه، كحب اللي كتب الشعر ده. حبه هنا موجود فيه مين؟ موجود فيه البرنس اوف داس اللي عملت دورها ماريا كازاناكس. اسمها ايه؟ ماريا كازاريس. بحبها جدا. بس يعني كنت عايز اكتب الموضوع ده، انا قلت لك اهو الفكره بس كده. لو انت عايز تكمل. بص، بما الناس خلاص زي احنا اتكلمنا جد كتير، فندخل بقى في موضوع بشكل فن. تمام. انت شايف مثلا لو احنا موتنا الفلسفه وهي بتمثل في شكل انسان، يعني خليني اخد لك صفاتها. الفلسفه هتبقى انسان عبثي شويه بس وفي نفس الوقت متناقض. هيبقى في حته تناقض كبيره فشخ. انا مستحيل ارجع مع السؤال. انا فكرت فيها كتير قبل كده. تخيل بني ادم كده ماشي في الشارع نموذجي، ممكن تقول نموذجي لا بص، هو حسب كل فلسفه بيتريق على كل حاجه، حسب كل فلسفه. يعني مثلا الفلسفه التحليليه بتبقى عباره عن استاذ الرياضيات. اوكي، شعره على جنب، شعره كثيف جدا وعلى جنب، بيلبس بابيون في عز الحر، ما بيلبسش جرافته، وبدله كامله مش سموك، بدله كتان شويه كده ولونها جراي، تمام، وجزمه ليموديه، وشنطه جلد، شنطه جلد، وبس هو شيك جدا، بس في نفس الوقت تحس ان هو غير مهندم، يعني فاهم؟ دي هتبقى الفلسفه التحليليه. الفلسفه القاريه هتبقى يعني بص، هيبقى شخص اقرع. اوكي عنده شعر بس هو اقرع على الجناب كده. ايوه، اللي هو حاجه حسن حسني ده. وبيتمسك بس ما تعرفش ليه ما بيحلقوش خالص. اوكي، لابس جاكيت بدله بس تحت مفيش حاجه، بس هو مفيش حاجه تاني، هو الجاكيت بدله بس.
بس اشمعنى؟ بيبحث عن معنى في حاجة تانية ليها معنى يدرسها غير الجاكيت. تقريبا. ومع ماسك شنطة، هو ماسك ورق فيه بس ورق كتير، ومش مهم الورق ده بيضيع، عادي بيضيع وما عندوش أي مشكلة، فاهم؟ يعني الورق اللي في ايده ده مهم جدا، بس هو ما عندوش مشكلة إن هو يكتب في أي حتة، يعني ممكن يقعد على القهوة يسيب الورق ده ويقوم يمشي وعادي هيكتب فيه، مش مشكلة. إن الورق ده ليه معنى؟ هو لسه ملقاش المعنى اصلا. هو مش لاقي معنى الورق. هو مش لاقي المعنى اصلا، عشان كده مش فارق بيدور له. على المعنى. ما هو بقول لك لسه بيدور عليه، عشان كده مش فارق له. احنا محتاجين شويه ان احنا نغير فكرتنا عن المعنى. anyways هنرجع قصه المعنى. كاتب مقال عن الموضوع ده بالمناسبه. انا كنت مستني كتاب جديد عشان حاجه بس. ايه؟ حوار اللغه، توصيل المعنى باللغه بتاعتنا، هل ممكن توصل بالمعنى اللي هو فاهم يوصله لنا او كده او لا؟ للاسف في الكتاب ده انا كنت ببحث عن الموضوع، ما عنديش حاجه عايز اقولها وبادئ الكتاب او بكتب الكتاب عشان اقولها. انا كنت بدور، بسال سؤال وبدور على الاجابه بتاعته. بسمع انا يعني ثانكس جوه عرفت امسك لاين في الكتاب ده، كل فصل هتلاقي فيه لاين معين انت مش بتدوه، والكتاب كله هتلاقي لاين معين كبير بقى، تمام؟ بس مش عشوائي او مش متشرذم جدا زي منصه ديور. بس هو منصه ديور ليه لاين بالمناسبه بس جزموري جدا، صعب ان انت تتبعه. بس وصلت الاجابه انه لا، اللي انا بقوله ده مش هيوصل لحد من اللي بيسمعه ولا بيوصل لك ولا بتاع، وانا عايش في عزله غصب عني وافضل عايش في العزله دي غصب عني. بالنسبه كشغلتك كمحامي بقى إيه؟ كام بقى؟ اوكي، انا بحب المحاماه لان هي مهنه الناس هتشوفها مهنه عاديه زي مهندس او دكتور او بس الحقيقه المحاماه بتقف على الضد من كل المهن، على الضد من كل المنظومه. المحاماه بتقف على انا هرتي بالمناسبه. بس المحاماه بتقف، بص لو ده السيستم، المحاماه بتقف هنا وبتطلع لسانها للسيستم، محدش بيقدر يعمل لها حاجه، هي جواه بس بتبوظه، هي واخده تصريح ان هي تبوظ السيستم، فاهم؟ فدي اكتر حاجه بحبها في المحاماه، ان هي بشكل ما بتخليني اطلع الاناركيه اللي جوايا دي بس بشكل منظم. دي الحاجه السيئه، ان هي بتخليني مضطر اطلعها بشكل منظم، عكس ما ناس كتير هتظن بالمناسبه ان المحامي دايما ملتزم بالقانون والكلام ده. اكشلي المحامي هو الشخص اللي بيخليك تكسر القانون، انا مش هركز في كده يعني، بس بشكل منظم، اللي هو ايه بيكون فيه ثغرات. ازاي اكسر القانون، دي هي المحاماه، ازاي تكسر القانون وازاي تستخدمه زي ما انت عايز. اكشلي بعتبر المحامي من سلاله جورجياس، بيقولوا السوفسطائي او السوفسطائيين عموما. المحامي يقدر يقول اي حاجه، يقدر يخلي الحقيقه كذب والكذب حقيقه. المحامي يقدر يأول القانون اللي هو محطوط عشان ما يتأولش او عشان يكون صارم جدا، لا هو يقدر يأوله. المحامي ما بعد حداثي بشكل ما، لانه ما عندوش حاجه اسمها حقيقه. اوكي، فبحب المهنه دي شويه، ان هي بتخليني اعمل ده. بس كده شرفتنا النهارده.